لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفاة البلوجر المصري عبد الرحمن محمد المعروف باسم عبدو فالنتينو. للأسف اتفاجئنا كلنا من شوية بخبر محزن جدا، وهو وفاة صانع البهجة الراجل الطيب عبدو فالنتينو بعد صراعه مع السرطان. البلوجر عبدو فالنتينو كان مشهور بفيديوهاته الخفيفة اللي كان بيحاول يبسط بيها الناس، لكن في يوم من الأيام طلع له قرحة في اللسان، ولما كشف اتضح إنه ورم خبيث. كلم أصحابه وحبايبه وطلب منهم إنهم يدعوا له، وكمل فيديوهاته المبهجة رغم كل الألم اللي كان فيه، لحد ما جه امبارح وكتب على صفحته: بكرة إن شاء الله العملية، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اشفني واشفي كل مريض يا رب. لكن للأسف ربنا اختار له مكان أحسن من مكانته في الدنيا، وتوفى عبدو فالنتينو أثناء إجراء العملية وسط حزن وذهول من أسرته وأهل بورسعيد ومصر كلها. توفي عبدو فالنتينو بعد صراع شهر مع السرطان، وكأن ربنا أراد إنه ما يتعذبش في الدنيا ولا يتعذب في الآخرة بإذن الله. ربنا يرحمك يا صانع السعادة، ربنا يرحمك يا عبدو فالنتينو. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.